جوهرة المارينا. طبعا هذه الفيلا هي فئة سي، تتكون من دور واحد، وهي بتكون مميزة بأشياء كثيرة والآن رح نتطرق إليها. المساحة الإجمالية للأرض 300 متر مربع، ومساحة البناء بمقدار 156 متر مربع. بداية من الحوش الخاص بالفيلا جوهرة المارينا نبتدئ من هنا، حيث أنه يوجد فيها حوش واسع يتسع لسيارتين، بالإضافة إلى حوض تشجير دائري، وهي تتكون من 3 غرف: غرفة مجلس خارجي منفصل، إضافة إلى غرفتي نوم وصالة معيشة، وأيضاً مطبخ و3 حمامات. طبعاً على يساري المجلس المنفصل مع الحمام التابع له، ومساحة المجلس هي عبارة عن 4×5. هذه هي صالة المعيشة، ومساحتها 4×8 متر و8، وتنفع تفرش كنب أو مجلس عربي، وبتناسب الجلسات العائلية. وفي صالة المعيشة على اليسار توجد الغرفة النوم الرئيسية، والتي مساحتها 4×4 متر، بالإضافة إلى حمامها الداخلي. إلى جانب غرفة النوم الرئيسية توجد غرفة النوم الأخرى، وهي بمساحة 4×4 متر و50. وفي الجهة المقابلة يوجد المطبخ بمساحة 4×3 متر و50، وأيضا إلى جواره يوجد حمام العائلة. وما يميز فيلا جوهرة المارينا بأنها تحتوي على مدخلين 2. الأول هو المدخل الرئيسي الخاص بالضيوف، والآخر هو المدخل العائلي. كل اللي شفناه من ضمن مشروع مدينة المارينا السكنية والسياحية وأيضا الترفيهية، وهذا المشروع هو من ضمن المشاريع الرائدة في محافظة المهرة، محافظة الأمن والأمان والاستقرار. وطبعا كل هذا وأكثر موجود بنظام الكاش وأيضا التقسيط ومن غير فوائد. المارينا العقارية، الخطوة الحقيقية نحو النجاح.